الفنانة فدوى الطالب تعلن دخولها القفص الذهبي. احتفلت الممثلة المغربية فدوى الطالب يوم الجمعة 15 نوفمبر سنة 2024 بعقد قرانها، حيث شاركت متابعيها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة مؤثرة أعلنت من خلالها هذا الخبر السعيد. واستهلت الطالب تدوينتها بآية قرآنية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأضافت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم عقد قراني اليوم بمن اختاره الله لي، ومن اختاره قلبي وعقلي. ودعت الله أن يجعل زواجها مليئا بالمودة والفرح. وأرفقت فدوى تدوينتها بمجموعة من الصور التي وثقت لحظات عقد القران، حيث ظهرت رفقة زوجها أثناء توقيع عقد الزواج بحضور العدول. تفاعل جمهور فدوى الطالب بشكل كبير مع منشورها، حيث انهالت عليها التهاني من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني، الذين تمنوا لها حياة زوجية سعيدة، من بينهم الفنان الكوميدي طاليس. كما أشادت فدوى الطالب بأخلاق عائلة زوجها، ووصفتهم بناس الخير والتيسير. وأضافت فدوى: رزقني الله بأطيب عائلة، الحمد لله، وعلى نياتكم ترزقون. وكانت في الصور تظهر فدوى مرتدية جلبابا أبيض الذي يعد رمزا للنقاء والبداية الجديدة، مع فولار على شعرها، مما أضفى على إطلالتها لمسة من البساطة والأناقة. لكن ما جعل هذه الصور أكثر تميزا هو قرارها بالكشف عن ملامح زوجها، وهو